لو انت ماشي بالعربية وشفت المنظر دوت كده قدامك، فمستحيل ان انت تفكر ان انت تعدي من ناحية اليمين خالص. السلام عليكم. كنا اتكلمنا قبل كده في موضوع التنقل بين الحارات، او ان انا لما اجي اعدي عربية المفروض اعديها ازاي، ولو عايز حد يعديني المفروض يعديني ازاي، ولو ماشي على طريق وفي حارة معينة فالمفروض برضو امشي فيها ازاي. وكنا قلنا ان المفروض لما ابقى ماشي في حارة دايما ابقى ماشي في الحارة اللي في النص، ما بقاش قافل دايما الطريق الشمال، عشان لو حد اسرع مني يقدر يعديني منه. تعالوا نشوف الموقف دوت واحنا ماشيين مع بعض، ونشوف ايه انسب تصرف او ايه اللي المفروض ان انا اعمله فيه. لو انت ماشي بالعربيه وشفت المنظر دوت كده قدامك، فمستحيل ان انت تفكر ان انت تعدي من ناحيه اليمين خالص، لان انت هنا زاويه اليمين مش باينه لك اصلا. يعني انت كسواق دايما بتبقى قاعد في العربيه بتاعتك ناحيه الشمال، فالزاويه بتاعت اليمين او ان انت تعدي عربيه من ناحيه اليمين ده ممنوع قانونا، وممنوع ان انت اصلا تفكر فيه. انت اصلا مش هتشوف ناحيه اليمين ديت، يعني انت مش شايف دلوقتي اليمين دي فاضيه او مش فاضيه عشان تقدر تخش